هل العقلية جزء ثابت في شخصيتك ولا ممكن تغيرها؟ العقلية جزء مهم من شخصيتك، لكن ممكن تغيرها مجرد معرفتك بالعقلية الثابتة. وعقلية النمو بتخليك تبدأ تفكر وتتفاعل بطرق جديدة. الناس بتقولي إنهم بيبدأوا يلاحظوا نفسهم لما يدخلوا في العقلية الثابتة ويهربوا من فرص التعلم ويحسوا إنهم فاشلين، أو ممكن يكونوا بيتكسفوا لما الحاجة بتحتاج مجهود، وبعد كده بيحولوا نفسهم لعقلية النمو وبياخدوا التحدي ويتعلموا من الفشل وبيكملوا مجهودهم. لما أنا وطلابي اكتشفنا الموضوع كانوا بينتقدوني لو دخلت في العقلية الثابتة. كمان مهم تعرف إن الناس مش دايما في العقلية الثابتة. في ناس ممكن تكون مش مصدقة إن التعب والجهد الكبير معناه إن الواحد ما عندوش قدرة، بس في نفس الوقت عندهم حاجات تانية كتير يفكروا فيها، عندهم حاجات تانية في طريقة تفكيرهم الثابتة. الناس دي ممكن دايما يحطوا موهبتهم قدام عينيهم كأنها أهم حاجة عندهم. ممكن يحسوا إن موهبتهم بتخليهم أحسن من غيرهم، وكمان ممكن يكونوا مش بيقبلوا الغلط أو النقد ومش بيقبلوا الفشل بسهولة، وده بيأثر على تقدمهم. على فكرة، الناس اللي عندهم عقلية النمو برضو ممكن يحبوا يكسبوا جايزة نوبل أو يحبوا يكسبوا فلوس كتير، بس هما مش بيعملوا كده عشان الحاجات دي بيثبتوا بيها قيمتهم أو عشان يحسوا إن هم أحسن من غيرهم. السؤال هنا، لو أنا بحب طريقة تفكيري الثابتة دي، لو أنا عارف قدراتي ومواهبي وعارف أنا فين بالظبط وعارف أتوقع إيه، ليه أفكر إن أنا أسيبها؟ لو بتحبها خليك محتفظ بيها. الكتاب ده بيورينا إن عندنا اختيارين مهمين لما يشرح لنا نوعين من التفكير والعوالم اللي بيخلقوها. المهم إن كل واحد يقدر يختار العالم اللي هو عايز يعيش فيه. العقلية الثابتة بتخليك تحس إنك فعلا بتعرف الحقيقة الثابتة، وده بيكون مريح لأنك مش مضطر تحاول في حاجات تانية كتير لأنك مش موهوب فيها، وفي نفس الوقت بتبقى واثق إن أنت هتنجح في الحاجات اللي عندك فيها موهبة. بس لازم تكون واخد بالك من سلبيات التفكير ده. ممكن تكون بتضيع على نفسك فرص كتير لما بتقلل من قيمة مواهبك ومن قيمتك في مجال معين، أو ممكن تكون بتقلل فرص نجاحك في مجال تاني لما بتفكر إن الموهبة لوحدها كفاية توصلك. أو بالمناسبة، إنك تكون عندك عقلية نمو مش معناه أبدا إنك لازم تجري ورا حاجة معينة، ده بس معناه إنك ممكن تطور مهاراتك لو عايز، والاختيار في الآخر ليك. السؤال التاني، هل ممكن كل حاجة في شخصية الإنسان تتغير؟ وهل لازم الإنسان يحاول يغير كل حاجة ممكنة؟ فعقلية النمو بتقول إن القدرات ممكن تتطور وتتغير، بس مش بتقولك قد إيه التغيير ممكن ياخد وقت أو قد إيه ممكن يكون كبير. وكمان مش معناه إن كل حاجة فينا ممكن تتغير زي التفضيلات أو القيم. في مرة كنت راكب تاكسي وكان السواق بيسمع أوبرا في الراديو. حاولت أفتح موضوع كده فقلت له: أنت بتحب الأوبرا؟ رد عليا وقال لي: لأ، بالعكس أنا بكرهها من زمان. فسألته: طيب ليه بتسمعها؟ قال لي إن أبوه كان بيحب الأوبرا جدا وكان دايما بيسمعها، وهو حاول كتير يحبها ويلتزم بيها بس ما قدرش. قلت له: طيب خليك بسيط في الموضوع، في ناس مثقفة وذكية كتير جدا بس مش بيحبوا الأوبرا، انت ممكن تكون واحد منهم. فعقلية النمو كمان مش بتقول ان كل حاجة ممكن تتغير يبقى لازم نغيرها. لازم كلنا نقبل ان عندنا عيوب مش بتضر حياتنا ولا حياة غيرنا. التفكير الثابت بيوقف التطور والتغيير، والتفكير بالنمو هو نقطة بداية للتغيير. بس كل واحد لازم يقرر هو هيبذل جهده فين عشان يقدر يحقق أكبر فايدة. سؤال تاني،
هل الناس اللي عندهم عقلية ثابتة ما عندهمش ثقة في نفسهم؟ لا خالص طبعا، الناس دي عندهم ثقة في نفسهم زي اللي عندهم عقلية النمو بالظبط، بس قبل ما يحصل أي حاجة ثقتهم بتكون هشة، وأي عقبة أو تعب ممكن يهز ثقتهم بنفسهم. في دراسة عملها جوزيف مارتوكيو عملها على موظفين بيتعلموا الكمبيوتر، نصهم اتقال لهم إن النجاح بيعتمد على الموهبة اللي معاهم، والنص التاني اتقال لهم إن المهارات بتتطور بالممارسة. في البداية كان عندهم ثقة متساوية، بس في الآخر اللي عندهم عقلية النمو زادت ثقتهم بالرغم من الأخطاء اللي عملوها، واللي عندهم عقلية ثابتة خسروا ثقتهم بنفسهم بسبب الأخطاء دي نفسها. نفس الموضوع حصل مع طالبة في جامعة بريكلي، اللي عندهم عقلية نمو ثقتهم زادت مع كل تحدي واجهوه، واللي عندهم عقلية ثابتة ثقتهم قلت قدام نفس التحديات. عشان كده الناس اللي عندهم عقلية ثابتة بيحاولوا يحافظوا على ثقتهم بأي طريقة، زي ما جون ماكنرو كان بيعمل بالظبط. ميشيل واي بنت شابة بتلعب جولف قررت تنافس الكبار في بطولة كبيرة، الكل حاول يحذرها إنها ممكن تضر ثقتها لو خسرت يعني، لكن هي قالت لأ، أنا مش جاية أطور ثقتي، أنا جاية أتعلم وأجهز نفسي للمستقبل. وبعد البطولة ثقتها ما اتضررتش ولا اتهزت خالص، بالعكس كانت مبسوطة إن هي جربت وبدأت تحس إنها تنتمي للمستوى ده. من كام سنة كده وصلتني رسالة من سباحة محترفة، قالت فيها إيه؟ قالت إنها كانت دايما بتعاني من قلة الثقة في نفسها، رغم كلام المدربين اللي كانوا دايما يقولوا لها تؤمن بنفسها 100%، لكنها دايما كانت بتشوف عيوبها وأخطائها. بعدها قرأت عن أهمية التركيز على التعلم والتحسين، وده غير تفكيرها تماما وخلاها تقدر تشتغل على عيوبها بدل ما تسيب العيوب دي توقفها. في حاجة مهمة اتعلمتها من بحثي، إن في عقلية النمو مش لازم دايما تكون واثق في نفسك عشان تبدأ أو تستمر في حاجة. ساعات بتبدأ حاجة أنت مش شاطر فيها، وده من أجمل حاجات عقلية النمو. الكتاب ده من أصعب الحاجات اللي أنا عملتها، قريت كتب كتير ومقالات كتير جدا، وكان الموضوع صعب عليا قوي، بس رغم كل ده الفرح اللي حسيت بيه لما خلصته كان كبير جدا. الناس كلهم بيتولدوا بحب التعلم، بس العقلية الثابتة ممكن تمحي الحب ده. افتكر مرة كنت مبسوط وانت بتلعب أو بتتعلم حاجة جديدة، وبعدين الموضوع تعبك وحسيت إنك عايز تبطل. لما تحس كده خلي بالك إن دي عقلية ثابتة، حاول تغيرها لعقلية نمو، وتخيل دماغك إن هو بيبني وصلات جديدة وانت بتتعلم. كتير مننا بيحب يعيش في عالم مثالي، بس هل فعلا عايز تعيش من غير ما تتطور؟ لما تحس إنك عايز تكون محاط بناس بتمجدك، إذا روح بقى دور على طول عن الناس اللي بتعمل لك نقد بناء. لو في حاجة في ماضيك مضايقاك زي نتيجة اختبار أو موقف صعب، حاول تشوفه من منظور عقلية النمو. اسأل نفسك اتعلمت ايه منه، ازاي ممكن استخدمه علشان اتطور. لما تحس بالإحباط بدل ما تستسلم، فكر في التعلم والتحدي والمجهود كحاجة إيجابية. ولو في حاجة دايما حابب تعملها لكن خايف إنك متكونش شاطر فيها، اعمل خطة وابدأها فوراً.